أهلا وسهلا، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير، ويا حياكم الله بعد ما نمنا في هالشقة المميزة وشحنا طاقة وحيوية. اليوم نبدأ بإذن الله تعالى جولتنا من مدينة الرفراف إلى مدينة أخرى، وهذه الإطلالة على كورنيش مدينة الرفراف. طبعا الشقة هذه هي الدور الرابع مطلة على البحر، وهذه برضه الشقق تؤجر، واللي هناك برضه في المقدمة الشقق تؤجر. هذه كلها كوفيات على الشارع، وهذه هي شواطئ الرفراف الكريستالية المطلة على مرتفعات الجبال. والشيء الجميل اللي أشوفه الحين، لو شقتك مثلا شقتي أنا ما هي على البحر مباشرة، لكن لما تطلع من البلكونة أو من الشباك وتطلع على البحر ما تشوف أشياء وسخة فوق السطوح. سطوح نظيفة زي ما انتم شايفينها، يعني كأنهم متفقين اني انا عندي ادوار علوية وفي سياح يجون، ابي لما السائح يطلع على البحر يشوف حاجة جميلة. فهذا اللي قاعد اشوفه الحين. أرب ان شاء الله انكم تستمتعون معي بهالإطلالة الصباحية. وبرضه هنا اللي هي جزيرة المحلول، جزيرة محلول برضه قريبة منا. وهذه اغلب البيوت اللي هنا تؤجر. وبصور لكم رقم المكتب شو هنا يرتب لك سكن في هالبيوت هذه. شوف شلون كلها مطلة على البحر. شوف طالاتها، شوف اللي هناك برضه اللي فوق. وبرضه عند المكتب هذا كارت ثاني بصوره، او هو يدلكم على جولات بحرية، يعني في باخرة او يخت او قارب ياخذ بك جولة بحرية على الجزر اللي هنا. والرفراف حلوة يا جماعة الخير، جميلة واجواءها لطيفة. البارح نمنا بدون مكيف ابدا، الجو كان بارد. لكم تحياتي وتقديري، واتمنى اني انقل الصورة كما انا اشاهدها يا الرفع. انكم تستاهلون كل خير. شوف المباني كيف. هذه الرفراف اغلب مبانيها مرتفعة يعني. ومطلة على البحر. طبعا اكيد تجيني اسئلة كم القيمة اللي استاجر بها الشقة. القيمة سلمكم الله لإيجار الشقة هذه غرفتين وصالة ومطبخ وحمام ب80 ريال، يعني ب70 دينار. هذا في الموسم الآن، يعني ما فيه عندهم اختبارات الحين، ولا هو بموسم الصيف. موسم الصيف ممكن ب140 ممكن ب130 على حسب. بس الوقت هذا الحين ما فيه، ما هو وقت الصيف، باقي لهم يمكن حول 20 يوم يعني عشان يدخل موسم الصيف عندهم. ترتفع الأسعار، حتى لو ارتفعت الأسعار يا ربع ترتفع ارتفاع نسبي، ما ترتفع بشكل يعني جنوني. لا، أنا سألته قلت له في وقت الصيف كم؟ قال لي ممكن 140 ممكن 120 130 على حسب. على فكرة كل جديد فيها، جديدة الشقة. يا مساء الخير. بتستس أخذنا الشقة هذه ماتتها بالكامل في مدينة الرفراف، مطلة على البحر، أمورها طيبة، دور ثمانية الله يعزكم، كاملة متكاملة مؤسسة. وهذا أخوي أشرف جالس على شوف التلفزيون بس طافي ما هو مشتغل. ومكيفاتها جديدة زي ما انتم شايفين، بس ما بيشغلها الجو بارد. غرفة النوم ومطلة برضو على البحر. هذا غرفة النوم الثانية، سريرين يعني تكفي لها 4 ولا 5. هنا برضه يقدر ينام هنا 2 وهنا ينامون 2. والغرفة دي بعد
والبلكونة مطلة. قربنا لكم البعيد، جايين عند الشاطئ هنا نبي نفطر ونت قهوة ولا أي شيء. أنا من اليوم أنا أقول لكم جزيرة محلول، ربطتها بالشلال، شلال محلول. هذه اسمها جزيرة بيلاو. اعتذر. بيضة عندك هذيك كويتي. اهلا ويا حياكم الله في طريقنا الى عين دراهم. جمعت لكم عينه بس من المنظر اللي تشوفونه وراي، 3 اشكال من الورود، اللي هو البنفسجي هذا الجميل، وكذلك الاحمر، هذا الاحمر، وكذلك الابيض، كلها في المنطقه هذه اللي خلفه. لا وشوف شلون تنوع الطبيعه في تونس. الزراعه هذه رباني الله سبحانه وتعالى، ورود خلفها وش هو؟ البحر. شوف البحر شلون، كذلك الجبال، المرتفعات من هنا، شوف الجبال شلون، صور يا اشرف الجبال هناك، ومراوح الكهربائيه شوف شلون فوق تروح الجبال. وهذا الجمال لن تشاهده الا في تونس الخضراء، تنوع طبيعي. بغيت البحر وهو جميل، بغيت الطبيعه زي ما انتم شايفين، بغيت المرتفعات يا زين الزين، والاجواء رائعه جدا اليوم. ثم توجه لعند دراهم، هيمت عليها السحب، اجواء عند دراهم ما تفوت يا جماعه الخير، تفوز. اخوي اشرف الله يسعده ما عمل زوم للفيديو، الحين بعمل لكم فيديو بانورامي للمكان. شوف شلون البحر، شوف البحر كيف، والمرتفعات الخضراء. وهذه هي تونس الخضراء، شوف شلون. وهذه هي مرتفعات برضه عليها المراوح الكهربائية، مطلة على البحر وعلى هالجمال اللي تشوفونه. شوف شلون حاطين لك رمبوه، يعني دوار من الورد، يعني الفيديو او الصورة او التمثال يتحدث عن المدينة الجميلة. ومواصلين، وهنا قصة عشق بين الازهار واشجار الزيتون. اللهم زد وبارك، ما شاء الله. شوف شلون هذه كلها مزرعة زيتون، شوف اشجار الزيتون. حتى اشرف قاعد يصور منبسط من المنظر. شوف هذا اشجار الزيتون، تشوفها على المنظر هذا الجميل، وكأنها تقول لك ترى ما قدامك الا الجمال الرباني. وبعده نعمة الله اللي ارزق بها هذا البلاد. أسأل الله العظيم أن يديم عليهم الأمن والأمان وسعة الرزق. شوفوا هيا، شوفوا شلون أنا أصور لكم على الشارع زين. شوفوا شلون نروح هنا بعد، لازم يصدمني موتر بس. شوف شلون على يمين وعلى يسار، بس إني أسوق الموتر ما أقدر أصور لكم، ودي اصور كل شيء. شوف ترى اللي ورا فوق هناك ترى البر قاعدين يحصدونها الحين. شوف شلون العصفر. حديقة اشكل، لا تتمشكل، تراك جاي لحديقة اشكل، ما نبي مشاكل، استمتع بالحديقة والبحيرة وعينك على الخضار. ما شاء الله تبارك الله، بساط اخضر جميل. شوف شلون. وهذا الخضار اللي تشوفونه على بحيرة اشكل، شوفوا بحيرة اشكل في الاخير هناك، وبروح لها الحين ان شاء الله. بس شفت المنظر هذا قلت لازم اصور لكم تشوفون معي مثل ما انا اشوف، من حقكم علي. شوف شلون، شوف الجبل كيف مع الخضار مع الجو الزين. لا بعد بوريكم بعد شيء. شوف منظر النخل شلون، شوف الطريق شلون جاي. والعلوش يرعى في نعمة الله استعدادا لعيد الأضحى. شوف شلون اللي ورا العلوش وش هو؟ طروه بطاطس يسمونه بطاطا.
يتبطبطون لين يشبعون. ما شاء الله تبارك الله، جميلين. اشكل، لا تتمشكل، تراك جاي لحديقة اشكل، ما نبي مشاكل، استمتع بالحديقة والبحيرة. هذا المدخل يطلعك على بحيرة اشكل. شوف شلون جمال الطريق، من يمين ويسار. هنا على يسارك الجبل، على يمينك البحيرة. عاملين لك جلسات، شوف شلون قعدات تقعد عليها، تسوي غداء كنية، تستانس تحت الشجرة هذه، تحت الجبل، أمورك طيبة. حتى هنية شوف شلون بعد. والبوم أو البومة ترحب بكم، شوف شلون. هذه بي، يلا حيا. هاي والله انك راسك قوي، شيطانها قوي ذي. قبي اي بعدي. شوف القعده كيف. هذه جالسه برضو تحت اشجار الزيتون، ويا زين الزين، حاط لك درج، امور طيبه. والفيل بعد اللي بيروح لبحيره مشكل يقدر يركب فيل، يشر له على الطريق ويوديه، انت وحظك. شوف شلون. هذا متحف برضه الجيولوجي، حاط له درج، برضه وحيد القرن هنا. يا سلام. وهنا برضه سياح الاجانب ما شاء الله مستمتعين. هذا شكله خزان مياه تجتمع فيه المياه، يخدم المنطقة هذه. برضه شوف السياح وصلوا في الباص. في طريق من هنا درج، الدرج هذا تطلع معه متعب صراحة، كبار السن ما يصلح لهم. يوديك المتحف، والحمامات برضه مقفلة مي مفتوحة. فأبى أكتفي بصور لكم البحيرة من هنا، والمعلومات البحيرة المهمة. يقول لك 6 شهور عذبة و6 شهور مالحة، ويصب في هالبحيرة اللي تشوفونها 7 أنهر في 6 شهور اللي فيها عذبة، ويختلط بماء البحر 6 شهور. البحر الأبيض المتوسط. طالع واصل، والله تعب. ونازلين صراحة أنا ما بغيت أواصل، لأني ما دام الحمام مقفل نكتفي بهالإطلالة هذه ونغادر إلى وجهتنا الجديدة. زي ما انتم شايفينها هذه البحيرة هنا. في واحد من المسؤولين عن المكان هذا تكلم كلام جميل، وإن شاء الله أنكم تفهمون عليه، بالذات أنتم يا السعوديين والخليجيين. أبى أنزل إن شاء الله مقطعه يختصر لكم المعلومات المهمة عن بحيرة مشكل. بالنسبة للوحة هذا يقول لك المتحف البيئي، في حيوانات هنا، في محنطة وفي حيوانات طبيعية يعني من الله سبحانه وتعالى في الجبال هنا، وزي ما تقول محمية. أوكي. مسلك للتجول في الطريق هذا اللي قلت لكم عليه، صورت لكم. هذا يتجول بك على الجبل من هناك وتطل على البحيرة، إطلالة جميلة. وفي عندك هنا مشهد بانورامي جميل فعلا، مغارة طبيعية فعلا، فيها مغارة حلوة يعني في الجبال. حمامات مقفلة للأسف. وسلامتكم. هذه الطيور المهاجرة اللي تجي تستقر هنا في البحيرة، حاطين صورها هنا واسماها والمواسم اللي تجي فيه، وجميلة جدا الطيور المائية ببحيرة إشكال. جميلين. في برضو السلاحف، والبحيرة واصلة إلى هنا. شوف شلون. شوف بس الموية هنا لونها مرة داكن، تمشي تروح فيها، انتبه لا تغامر. وهذا الفيديو نختم به زيارتنا إلى بحيرة إشكال، ولكم تحياتي وتقديري. نغادر بحيرة إشكال إلى وجهتنا الجديدة. أسأل الله العلي العظيم أن يكتب لنا ولكم الخير، وأن ييسر أمورنا وأموركم، وأن يفرج همومنا، وأن يسعدنا سعادة الدارين الدنيا والآخرة.
تعتبر إشكل أكبر محطة شتوية للطيور المهاجرة في حوض البحر الأبيض المتوسط. فيها 184 نوع يساوي أكثر من 250 ألف طير. نوعان من الطيور، هناك طيور مقيمة وطيور مهاجرة. بالنسبة للطيور المهاجرة نوعان من الطيور المهاجرة. ثم الطيور تأتينا من أوروبا لقضاء فصل الشتاء من أكتوبر إلى مارس، لأن البلاد التونسية قريبة برشا من أوروبا وزيد الدفء دافية ما فماش ثلوج. يأتون من أكتوبر إلى مارس، كملوا موسم الهجرة نتاعهم، يرجعوا إلى أوروبا يعشوا يعملوا صغار. وقتها تبدأ ميغراسيون أخرى، هجرة أخرى من ساوث سايريان من تشاد مالي النيجر، يعدوا يجوا في مارس يعملوا تعشيش ذا نست ويكبروا صغارهم يرجعوا إلى أفريقيا. إشكال متواجد في 3 اتفاقيات عالمية. اتفاقية رمسار حول 3 اتفاقيات اتفقوا عالمية. اتفاقية رمسار حول المناطق الرطبة، اليونسكو والتراث العالمي. بحيرة إشكل فيها منظومة بيئية فريدة من نوعها. اتفقوا انها طبيعية. اوكي. الوحيدة اللي فيها 3 اتفاقيات عالمية. ممتاز. الإشكل فيها بحيرة إشكل فيها منظومة بيئية فريدة من نوعها، 6 شهور ماء حلو، 6 شهور ماء مالح. 6 شهور موية حلوة، 6 شهور موية مالحة. طبيعية. السبب لأن بحيرة إشكل مرتبطة مع بحيرة بنزرت، وبحيرة بنزرت مرتبطة مع البحر الأبيض المتوسط. يعني زد على ذلك بحيرة إشكل ممولها 6 أودية بالمياه والعذبة في موسم التهطلات من أكتوبر إلى مارس أبريل. موسم المطر. 6 أودية وذم وبتين وجمين ودغزالة مالح سجنان ودويميس، يجيبوا كمية كبيرة من الأمطار تهز المياه المالحة السنة فارطة تصبح مياه وعذبة. وقتها فما أنواع من النباتات يكونوا في عذوبية الماء اللي هو سبق الماء العائم، سي البوتامو بالفرنسية، والاسم العلمي البوتامو جوتوبكتيناتيس، والمص اللي هو السيرب سيربيس ماريتيميس، والفراغميت والانتفاع. وفي الصيف مستوى بحيرة إشكل بالنسبة لمستوى بحيرة بنزرت ينخفض، ما فماش تهطلات والتبخر والفلتراسيون، يجي يتعدى المياه المالحة إلى بحيرة إشكل 6 أشهر مالحة و6 أشهر. ما شاء الله تبارك الله، من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله يزيدكم إن شاء الله حتى يعطيكم، حتى يبارك لك يا عايش. الله يعطيكم حتى يرضيكم. أنا نعمل باحث في علم الطيور، مختص في علم الطيور، ما شاء الله. ونعمل جيد إيكولوجيك، ونعمل والنعم فيك، والنعم فيك. اسم الكريم جمال مي. جمال مي. والنعم والله فيك، حياك الله. وعندي برشا برامج حتى على القنوات. الله يوفقك، الله يسعدك يا رب. شكرا. يبارك لك يا عايش. حياك مرحبا الله. بك. شرفنا فيكم والله. وبيك يا عايش.